السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزلف الأوان رانا أمام سفارة جزائرية في باريس، واليوم بغينا نهضروا على المشكل تاع الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقة اللي راه يداوي روحه في مستشفى فرنسي هنايا في فرنسا في مدينة غرونول. حنايا رانا مع الجيش الوطني ورانا باغيين باللي رئيس الجمهورية سي عبد العزيز بوتفليقة ما يداويش روحه في بلاد أجنبية، لأن رئيس الجمهورية سي عبد العزيز بوتفليقة هو عنده كاع الأسرار تاع الوطن الجزائري، وحنايا ندافعوا على الجيش الوطني على السيادة الوطنية. ورئيس اللي راه مريض ما يقدرش يقعد في واحد البلاد أجنبية، لأن فرنسا ما راهيش الجزائر، وفرنسا ما تبغيش الخير للجزائر. لازم الجيش الوطني يوجد المستشفى عسكري عين نعجة في الجزائر باه الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقة يداوي روحه في بلادنا. والحمد لله الميزانية تاع العسكر الجزائري يقدر يتكلف بالصحة تاع الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقة، وإن شاء الله سي بوتفليقة ما يزيدش يداوي روحه في فرنسا، يداوي روحه إن شاء الله في المستشفى عسكري في عين نعجة في الجزائر العاصمة. الحدث الثاني بغيت نهضر لكم هذا القانون الجديد اللي بغى يفوتوه على حساب الناس، على حساب الجزائريين اللي عندهم جوز جنسيات. لازم بغيت نقول لكم قبل، اولا شكون هذو الناس اللي طاو 65% تاع الغاز الطبيعي تاع ولاية أضرار للفرنسا للشركة الفرنسية غاز دو فرانس حتى 2043. هذو الناس عندهم جنسية وحدة برك، وباعوا البلاد، باعوها البلاد أجنبية، باعوها لفرنسا. والشبيبة الجزائرية راهي تخسر 197 مليار دولار على حساب هذا الكونترا اللي فوتوه في 2002 حتى 2043. سي احمد ويحيى اللي وجد هذا القانون باه يفرق الشعب الجزائري على زوج، باه يقسم الشعب الجزائري على زوج، نسى باللي 80% تاع الميزانيه في الوقت الثوره جاو بالجزائريين اللي كانوا ساكنين في فرنسا. وهذا الانسان لازم ما يديش فرق بين الشعب الجزائري. عندنا الحمد لله 40 مليون مواطنين جزائريين وكاع ولاد الشهداء الله يرحمهم، وما نقبلوش باللي شي ناس في المرادية يقسموا الشعب الجزائري على زوج. وانايا بالاسم يعني الوطنية الجزائرية ما نقبلش باللي هذو الناس يقسموا الشعب تاعنا على زوج. وان شاء الله ندير كل لازم باه الشعب تاعنا يكون واحد، وما نديروش فرق لا بين الجزائريين اللي ساكنين في الجزائر او الناس اللي ساكنين في فرنسا، ما نديروش فرق ايضا بين واحد شاوي، بين واحد قبايلي، بين واحد تركي، بين واحد عربي، لان رانا كاع جزائريين. او اون طونك مسلمون يعني انا مسلم، ما نديش فرق بين واحد مسلم اللي ساكن في فلبين او في اندونيسيا او في المغرب او في تونس او في الجزائر او في مصر. رانا كاع جزائريين في بلاد، ورانا كاع مسلمين في العالم. وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة.